تخيل معايا قاعد في كافيه هادي والدنيا زي الفل، وفجأة النت فصل. لكن المدهش لسه عارف تتصفح الموقع، الصور لسه بتظهر، عارف تتنقل ما بين الصفحات وكأن الدنيا عادي. أو بتلعب لعبة أونلاين واللعبة بتعمل حسابات ضخمة في الخلفية، وبرغم كده الصفحة مش بتقطع. فتقول لنفسك ده موقع ويب ولا موبايل أبليكيشن؟ ولكن الحقيقة في شخصيات خفية بتشتغل ورا الكواليس، وهم الويب وركرز، ودول العمال اللي بيشيلوا عن الصفحة الشغل التقيل، والسيرفيس وركرز، ودول الحراس اللي بيحموا الموقع من مشاكل النت. تخيل معايا كده مطعم صغير فيه عامل واحد بس، اسمه المين ثريد. هو اللي بيطبخ، هو اللي بيرد على الزباين، هو اللي بينظف، حتى لو حريقة قامت هو اللي هيطفيها. النتيجة أول ما الزباين يزيدوا أو طلب معقد يظهر، الراجل يبدأ يتلخبط والمطعم كله يقف. المواقع زمان كانت شغالة كده بالظبط. المين ثريد أو العقل الرئيسي للموقع كان بيعمل كل حاجة، يعرض الصفحة، يحسب العمليات التقيلة، يتعامل مع الشبكة، وأول ما يحصل ضغط أو النت يقع الموقع كله يهنج. المبرمجين قالوا احنا لازم نساعد العامل ده، ومن هنا ظهر الويب وركرز، ودول بيساعدوا في الحسابات التقيلة، والسيرفيس وركرز، ودول بيتحكموا في الشبكة والكاش. تخيل معايا المطعم جاب مساعد، شيف محترف قاعد في أوضة تانية. العامل الرئيسي اللي هو المين ثريد بيبعت له يقول له احسب لي الوصفة المعقدة دي، الشيف يرجع له بالنتيجة، وفي الوقت ده العامل الرئيسي يفضل شغال عادي. وده بالظبط دور الويب وركر، يحسب العمليات الصعبة في الخلفية مستقلة، ثريد تانية يعني، ويرجع بالنتيجة أول ما تخلص. الويب وركرز بيستخدم في حاجات كتير، زي ألعاب تقيلة فيها حسابات فيزيائية، تحليل بيانات ضخمة، عمليات تشفير أو فك تشفير، قراءة ومعالجة ملفات كبيرة. لكنه ما بيقدرش يعدل في الصفحة، ما بيقدرش يعدل على الدوم بنفسه. ليه؟ لأن الدوم موجود في المين ثريد، ولو حاول أكتر من طرف يعدل فيه في نفس الوقت ممكن يحصل مشاكل. وإيه الحل؟ الحل إن الويب وركر بيحسب ويرجع بالنتيجة برسالة، وإنت كصفحة رئيسية تعرض النتيجة ديت في الدوم. وده مثال بسيط على الكلام ده. تخيل المطعم كبر اكتر، وعند الباب بقى في حارس مسؤول عن كل اللي داخل واللي خارج. كل طلب بيطلع من الزبون زي صورة او ملف CSS او حتى API، الحارس بيبص عليه الاول. لو النت شغال الحارس يروح يجيب الطلب ده من المطبخ اللي هو الانترنت ويرجع بسرعة. النت فصل، الحارس يقول له ولا يهمك عندي نسخة منه في المخزن اللي هو الكاش، وبيجيبها فورا. لا المطبخ شغال ولا المخزن موجود، يقول للزبون ما عنديش دلوقتي، استنى لما النت يرجع، ويعرض له صفحة اوفلاين لطيفة. السيرفيس وركر هو الحارس ده بالظبط، واقف ما بين الموقع والنت، بيتحكم في كل حاجه خارجه وداخله، بيحدد ايه اللي يتحفظ في الكاش وايه اللي يتجاب من النت. وكمان بيعمل حاجات تانية كتير، زي انه بيعمل ارسال نوتيفيكيشن زي اشعار من تويتر او يوتيوب، باك جراوند سينك لو مفيش نت يستنى لما النت يرجع ويبعت الداتا، وبيوفر الاوفلاين مود. وملحوظه مهمه، السيرفيس وركر مش بيشتغل الا لو الموقع شغال على HTTPS او لوكال هوست عشان بيدي امان اكتر. وده مثال بسيط على الكلام ده. الحارس ده بقى مش بيتصرف بعشوائية، لا هو ذكي وبيفكر في كل مرة، وعنده 3 طرق للتفكير. والطريقة الأولى الكاش فيرست، اللي هو خليني أسرع من الزبون. لو في نسخة في المخزن أو اللي هو الكاش بيديها فورا عشان الزبون ما يستناش كتير. وفي الخلفية بيروح يجيب نسخة أحدث من المطبخ من النت يعني. وأكتر مثال على كده الصور والأيقونات. وتاني طريقة معانا وهي النتورك فيرست، اللي هو أنا عايز أحدث حاجة. الحارس بيروح يجيب الطلب من المطبخ الأول من النت يعني، ولو النت فصل او الطلب فشل يرجع يجيب نسخه قديمه كانت في الكاش. واكتر مثال على كده الاخبار وتطبيقات الدردشه. وتالت طريقه معانا اللي هي ستيل واير ريفاليديت، اللي معايا مؤقتا ولسه هجيب الجديد. بيدي الزبون نسخه قديمه من الكاش عشان الزبون ما يستناش كتير برضه، وفي الخلفيه بيروح يجيب نسخه احدث من النت وبيحطها في الكاش للمره الجايه. واكبر مثال على كده برضه المدونات. تخيل معايا بقى ان المطعم فيه قسمين، قسم الويب وركر وقسم السيرفيس وركر. ودلوقتي هنقارن ما بينهم من حيث كذا حاجه. اولا بيشتغل فين؟ الويب وركر بيشتغل جوه الصفحه نفسها، الثريد منفصل. السيرفيس وركر بيشتغل كجزء مستقل في المتصفح. ده وظيفته انه بيحسب العمليات التقيله، وده وظيفته اداره الشبكه والكاش. طريقه التشغيل ده بيتم استدعائه مباشره من الصفحه، ده تسجيل في المتصفح. امثله على كده العاب معقده وتحليل بيانات، تويتر لايت وجوجل دوكس. ودلوقتي هقولك امثله حقيقيه من ارض الواقع على الاثنين. الويب وركرز لعبة 2048 بتحسب الخطوات المعقدة في الخلفية، قراءة الملفات الضخمة بدون ما الصفحة تهنج. عندك بقى السيرفيس وركرز، وده تويتر لايت شغال اوفلاين، جوجل دوكس تكتب فيه اوفلاين وتتزامن لما النت يرجع، سبوتيفاي ويب بيشغل الاغاني اللي سمعتها قبل كده من غير نت.
الخلاصة مش في إن النت شغال أو الجهاز قوي، الذكاء الحقيقي في إن الموقع يوزع الشغل صح، العمليات التقيلة على الويب وركرز، الشبكة والكاش السيرفيس وركرز، وده بطرق ذكية. وده السبب في إن المواقع النهاردة شبه التطبيقات وأوقات أحسن. وسؤالي ليك كمبرمج، هل موقعك هيكمل شغال لو النت فصل؟ طب هل موقعك سريع حتى في الحسابات التقيلة؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، استنانا في الحدوتة الجاية ويسلام.